اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل والهنا والورد أو صباح الفل والهنا والورد على أحلى عيون ناس في الدنيا دي كلها. صباحكم انتم معانا فيديو جديد ويا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان عائلتنا تكبر كتير كتير بيكم ومعاكم بإذن الله. ودعوة حلوة من قلبنا لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا جميلا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء، قولوا اللهم آمين. معانا فيديو النهاردة من ساعة ما بنفطر لحين ما هنتغدى. ليه انت واخدانا مقاولاه النهاردة؟ أيوة هو كده. احنا معانا الفيديو النهاردة حلو قوي، بسيط سهل. ممكن تعمليه، يعني تعملي الفطار وجبة، ممكن تعملي الغدا وجبة، تبع ما انت بتحبي وتبع أسرتك ما بتحب. واليوم النهاردة خفيف وجميل، هي أكلة خفيفة هي معلش على قد الإيد، بس بنحاول نمشي الدنيا ونمشي يعني اليوم. أنا مبصورش معاكم فطار كتير لأن احنا نادر جدا جدا أما بعمل فطار زي كده ونقعد نفطر، نادر جدا ما بيحصلش كتير. فما بيحصل فبحب أصوره معاكم بصراحة. معايا هنا بطاطس بقليها، البرنجان انتوا شفتوا في اول الفيديو بقليه، وهنا ده توم ببصل هخرط عليه قرن فلفل اخضر. هنعمل فول ببصل، هنعمل فول بطماطم وبصل، وهنعمل البطاطس. وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده ماشي ازاي، وهنعمل افكار ايه وحاجات بسيطه وسهله، وممكن تكوني طبليه او سفره حلوه وشيك وتقدري تاكلي منها ولادك، صدقيني هيبقوا مبسوطين وسعداء بها. وتعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة نشوفه هيقول ايه. هنا بقى انتوا انا هنا البوتاجاز هنا البطاطس بتتحمر على البوتاجاز. هنا البصل والثوم والفلفل الاخضر اهوت مع بعض هيتبالوا بس او هياخدوا لون بسيط خالص، وهنحط عليهم الطماطم. ومعانا البرنجان اتقلى خلاص طلعناه، هنقلي طعمية بعده بس ايه لسه شوية، ما يجي وقتها هنجيبها ونعمل. حد عاوز ينام زيي؟ مش عارفة لما بمسك التليفون واجي اسجل الفيديو النوم يجي. شايفين بقى البصلة معايا عملت ازاي؟ معايا طماطمية او على قد كيس الفول اللي انت هتعمليه، ممكن تحط طماطمتين عادي، بس انا حاطة طماطمية واحدة لان انا الكيس الفول اللي معايا هيقسمه على وجبتين. صنف هعمله سادة وصنف يعني نص هعمله سادة ونص هعمله ببصل وطماطم وفلفل وكده. بصي تبع ما أسرتك انت بتحب او تبع ولادك ما بيحبوا اعمل. انا عندي حد بياكل ده وحد بياكل ده، عشان ارضي الاطراف، عشان ارضي الطرفين عملت شوية من ده وشوية من. وادي البطاطس معايا بتتحمر. وتعالوا نطلع البطاطس بتاعتنا بقى لان هي كده بقت ايه، هي باينة معاكم في الفيديو ان هي بيضة، مش عارفة ليه، بس هي معايا كانت معايا في التصوير حمرة وجميلة وحلوة اوي. هنا بقى طلعت البطاطس وقلت وحطيت الفول. وتعالوا بقى ايه نعمل الطعمية. انا هنا حطيت الفول على النار على فكرة، وطلعت البطاطس وحطيت رصة تانية، وعملت اللهم صل على حضرة النبي. وبقى الطعمية الكبيرة اللي في النص دي كان باقي معايا حبة حشوة من بتوع البرنجان اللي هو توم وفلفل توم وفلفل وبهارات، فحطيتهم ايه في طعمية كده. وهنا بقى بطلع بقية الطعمية دي انا فعلا انا اللي عاملاها على فكرة. لو هترجعوا للفيديوهات اللي معايا هوريكم الطريقة انا عاملاها ازاي. ارجعوا لها في الفيديو، قولوا عمايل الطعمية يعني مع امي وسوسو في المطبخ، هتطلع لك الطريقة على طول. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص بصراحة. ممكن بكيلو فول واحد بتعملي كمية حلوة وتعيني عندك في الفريز. هنا هقلي الطعمية بقى وهنا نعمل جبنة بطماطم كمان، جبنة حادقة برضو كان اللي عاملاها اهي. ادي جبت حتة جبنة وهرستها بطماطمايه بنقطة زيت بس. هي الجبنة الحادقة بتبقى طعمها بصراحة جميل اهي.
وانا اخرط عليها كمان واحده. عايزه تقللي قللي، عايزه تكتري كتري براحتك، اللي انت شايفاه ليكي ولولادك صح اعملي. هنهرسها بقى هرسه حلوه. عايزه تحط عليها حط طحينه، بس احنا مش من هواية الطحينه اوي الا في المشويات بصراحه. مش كل حاجه بنحط عليها طحينه يعني. تعالوا بقى نشوف فطارنا النهارده كان عامل ازاي. ادا الفول بالساده، وده الطماطم، وده الجبنه الساده، وده الطعميه، وده السلطه، وده الليمون المعصفر، وده البطاطس، وده البرنجان. وتعالوا بقى نعمل غدان. ادا بقى الفول، بس ده الفول ههرسه لان هو عليه قشطه. وده كان فطارنا النهارده. تعالوا بقى نبدأ في غدانا، وبرضك سهل وبسيط زي الفطار، مفيش فيه اي لحوم، مفيش فيه اي حاجه. معايا هنا 3 حبات بطاطس كبار حلوين، امسكهم اغسلهم وانضفهم كويس واخرطهم واحطهم على البوتاجاز. مش هعمل فيهم اكتر من كده، انا غسلتهم اهوت. همسكهم اخرطهم تخريطه حلوه مش رقيقه قوي، لان انا لسه هقسم البطاطسايه دي، هوريكم هقسمها ازاي الوقت تطلع معاكي البطاطسايه مقرمش وحلوه وولادك يحبوا ياكلوا، بس هوريها لك بس اما يجي وقتها. هنا بقى قطعتها اهوت، هحطها على البوتاجاز. وتعالوا نعمل شويه مخلل حلوين بقى النهارده. ما هو مش معقوله يعني هنعمل في الحاجات دي. بس انا هنا حطيت البطاطس على البوتاجاز، وحطيت البيض برضو السلق على البوتاجاز. يعني قلت دول بقى احطهم على البوتاجاز لان هم دول هياخدوا شويه على النار، وهنرجع بقى نعمل المخلل بتاعنا. بس هنحط هنا معلقه ملح وهنا معلقه ملح. مش عايزه البيض يطلع منك في القشر يعني، حط له معلقه ملح وهو بالسلق. تعالوا بقى نعمل شويه مخلل. كنت بصراحه بنضف في البلكونه، وكان عندي شويه بصل، يعني لقيت بقى اللي هما بيبقوا 2 في بعض مش عارفه ايه، بصله جامده شويه. قلت بقى اما اخدهم ايه حدقهم. بصي انا مش مستحبه خالص عندي الناس اللي بتغلي له ميه او تحطه في ميه. انا بمسكه اقطعه كده واحطه بس. عايزه لو انت عايزاه احمر ممكن تجيبي لون طعام وتحطيه، ما انتش عايزاه زي ما هو كده. او لو انت عايزه يعني لونه احمر ممكن تحطي قشرتين من بتوع البصل معاه، يعني قشره من بتوع البصل اللي احنا بنرميها حطها مع. لكن انا ما بحبوش يتنقع لا في ميه، لا عشان ما يطلعش ريحه، لا الكلام ده لا. بصوا ما بيبقاش مقرمش. البصل احلاه ان هو مقرمش. بتجيبي شفت اللي احنا بنجيبه من المحلات على طول بيبقى مقرمش كده وطعمه حلو، لان هما ما بحطوش عليه حاجه. هما ممكن اللي بحطوه عليه عشان يجيبوه بس بسرعه، لان هو بيتباع الخل، وانا مش مستعجله عليه. انا اجيبه بسرعه ليه؟ هو يعني معانا كده اهو، في ابيض وفي احمر. انا نضفت بصراحه التقفيصه يعني او القفص اللي كان في البصل، مسكته نضفته بصراحه، كان عندي في البلكونه. مسكته نضفته وقلت اما اجيب بقى الحبه دول ايه نعملهم مخلي البصل كده. بما ان بقى يعني البصل سعره معقول، كيلو ونص ب10 حلو مش وحش. قلنا بقى ما نجيب ايه شويه نحدقه. وتعالوا بقى نرجع للفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه ونكمل معانا الفيديو ازاي. هنا بقى كان كل اللي بيطلع معايا بصراحة، انا بحب اما تبقى يعني واقفة في المطبخ كل اللي بيطلع معايا بشطبه اول باول، ما بسيبوش بصراحة للاخر يعني. تعالوا بقى نقلي البرنجان. تاني برنجان، ايوه ما احنا قلنا الغدا زي الفطار، هو ده يوم الست المصرية الأصيلة اللي لما بتحب تدبر البيت بتعمل أحلى فطار وأحلى غدا بطريقة سهلة ولمينا اللي في البيت. احنا مخرجناش اشترينا حاجة من بره. البرنجان كان عندنا من يوم السوق. العدس عندنا اكيد طبعا بنجيبه كلنا نص بنص او كيلو بكيلو تبع مقدرتك او تبع ظروفك. وهو ممكن البيض اللي ممكن نخرج نشتريه من بره او لو عندك عادي. هو كان عندي بصراحة ما خرجتش اشتريت. تعالوا بقى اما نقلي البرنجان ونعمل له تمليحة حلوة قوي برضو بالخل والثوم والفلفل الاخضر والليمون كده، ونعمل له تظبيطه حلوه كده بالملوحه بتاعته، لان هي البرنجان ده ما بتاكلش الا بملوحته. ملوحته مظبوطه تعرفي تاكليه، ملوحته مش مظبوطه ما تعرفيش تاكليه. اعملي له بقى تومه 3-4 فصوص توم وقرن فلفل اخضر او سبايسي او بارد زي ما انت بتحبي،
حبة خل وليمونة واعصريها بقى وظبطيها. شايفة اللون أصلا لون تحفة. عايزة تحطي سبايسي حطي، عايزة تحطي بارد حطي، تبع ما انت بتحبي. أنا حاطة من ده على ده، حاطة فلفل بارد على فلفل حامي وضربتهم في الكبة، وطلعوا لي أحلى شوية دقة برنجان تاكليهم. تعالوا بقى اما نطلع البرنجان بتاعنا اهو، هنطلعه ونقلي البطاطس بقى. لا هملح البرنجانة، هاجي املحها وقت بصراحة مش هقدر، لان هو لسه طالع من الزيت، فانا مش هنفع يعني، صوابعها هتحرقني قوي، فقلت هسيبه بس همسة بس، ما تسيبوش لما يبرد. وده الحبة الملوحة اللي بقهم، قلت برضك نحطهم ايه على وش البرنجان كده، يدي شكل ومدي طعم برضه، لان ده خلي ده مش زين. وهنا بقى احلى كشري عدسي تاكليه اهو. كوباية كشري، كوباية عدس وكوبايتين رز، واعملي احلى طبق كشري لولادك بالصلصة. بقول بالصلصة، بالسلطة، سلطة جنبه كده، وحط رز على كشري وسلطة على كشري وكلي، تحفة. احنا بنحبه كده، لا بنعمله صلصة زي صلصة بدق او توم الكلام ده لا. والكشري يا جماعة بيتعمل بزيت، ما بتحطش عليه سمنة الا اذا وقت التقديم لو انت حابة تحطي معلقة سمنة بلدي، مش عايزة تحطي ما تحطيش، او لو انت مش في مستطاعتك انك معاكي سمنة بلدي ما تحطيه اهو. البطاطس اللي معانا اهي، شايفين بقى انا بكسرها ازاي؟ انا كنت انتوا شايفينها قدام معايا انا مكسرها دواير، لا انا باجي بقى وكسرتها دواير وسلقت دواير وقشرتها كلها زي ما هي دواير كده اهي حلقانه اهي. باجي بقى دلوقتي واقوم رايحه ايه عاملاه. وده كان غدانا النهارده، ادي البطاطس وادي السلطه وادي البيض وادي البرنجان. كده اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. مع السلامة.